بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم برنامج عصر جديد. النهاردة احنا بنعيش لحظة تاريخية، لحظة فارقة، لحظة مبدعة، لحظة مبهجة في ظل انتصارات نادي الزمالك بكاس السوبر اللي حققه عن جدارة واستحقاق. الزمالك دائما يرفع القبعة له كل محب وكل عاشق داخل أروقة مصر الحبيبة والوطن العربي، بل وتمادى أكثر من ذلك، وشفنا نجوم العالم يتباهون ويتفاخرون بنادي الزمالك، نادي المبادئ والقيم، النادي الذي حقق انتصارا مستحقا في المملكة العربية السعودية في أجواء مبهجة وأجواء يشعر الكل أنه يتوج مع الفريق الذي حقق هذا الانتصار بعد عناء وبعد مشقة وبعد ضغوط داخلية وخارجية وبعد أزمات طاحنة مر بها نادي الزمالك. ولكن كما قلنا وتعودنا دائما أن نادي الزمالك يمرض ولا يموت، نادي الزمالك يمرض ولا يموت، نادي الزمالك يحقق الانتصارات دائما وابدا، نادي الزمالك يعشق دائما التتويج والفوز وتحقيق الانتصارات وراء الانتصارات. انتظرونا في نادي الزمالك وبطولات اخرى قادمه عاجله ان شاء الله. بعد شهر تقريبا سيلتقي نادي الزمالك مع فريق ريال مدريد في مباراه سيتحدث عنها التاريخ وسيتحدث عنها الجماعه. برنامج عصر جديد هو برنامج يتناول كل القضايا والافكار والتطورات التي تحدث على ارض مصر. ومش كده وبس، لا ده كمان احنا جايين في برنامج عصر جديد ناخد الشباب مع بعضينا كده، نحط ايدينا في ايدين بعض عشان نطلع بمصر عصر جديد، عصر التنميه، عصر الحضاره، عصر الازدهار. هنسيب بقى الافكار الهدامه، هنسيب الشباب اللي ما عندوش فكره ولا عنده رغبه ولا عنده حماس ولا عنده اجواء انه يبدا يشارك من خلال برنامجنا اللي بيتناول كل القضايا المهمه. عايزين نسيب القهاوي والكافيهات، عايزين نوجد في الاراضي والمصانع، في المزارع، في كل مكان يحقق انتاج وفائض لمصر، عشان نقول احنا عايشين في عصر جديد. عصر جديد يا شباب، يعني نقدر نقول ان احنا هناخد الشباب من بؤره مهمله الى بؤره يستطيع العالم كله يقول لك ان المصري فعلا هو ابن حضاره 7000 سنه، المصري فعلا يستطيع ان هو يتحول في برهه من الزمن الى عصر التتويج. أنا طبعا يسعدني النهارده في بداية هذه الحلقة وفي بداية هذا الموسم الاستثنائي في برنامج عصر جديد أن يكون معايا أحد المبدعين المشجعين المتألقين داخل الجمعية العمومية نادي الزمالك، الدكتور محمد. أهلا بك يا دكتور محمد. بشكرك جدا وبارك لك على البرنامج الجميل الشيق اللي احنا هنستمتع بيه كتير وهيبقى فيه مفاجآت كتيرة جدا للمشاهدين. احنا طبعا عايزين نبارك للزمالك، طبعا يعني الزمالك فرحنا ورد على كل المشككين اللي كانوا بيقولوا ان الزمالك هيخسر، الزمالك ما يروحش السعوديه، الزمالك الكلام اللي طلع واستفز جمهور الزمالك. طبعا احنا ردينا في الملعب وردينا بشكل قوي جدا وبرجوله وطبعا حتى اللعيبه بتاعت الاهلي داخله واثقه. حتى انا اول مره في حياتي اشوف لعيب من الاهلي مثلا لسه الماتش ما خلص ولسه مفيش حاجه خلصت وعمالين يعملوا اشارات ويعملوا حاجات غريبه في الماتش وهي شغاله. احنا ردينا في الملعب. احساسك ايه في الاجواء لما شفت نادي الزمالك بيتعادل؟ دي اهم لحظه انا عايز اعرف شعورك فيها. هو احساس، يعني احساس انا مش قادر اوصفه بجد. احنا بجد يعني احنا من كتر الفرحه الناس كانت بتعيط. انا كنت قاعد مع مشجعين الزمالك، كانوا بيعيطوا من الفرحه. في ناس كتيره مش عارفين جمهور الزمالك بيحب النادي بتاعه ازاي، جمهور الزمالك بيتعلق ازاي بالنادي. يعني احنا نقدر نقول بجد مشجعين الزمالك ان هم دايما عندهم وفاء عالي جدا. طبعا احنا طبعا اتبسطنا جدا وفرحنا جدا، ورغم الظلم التحكيمي اللي حصل في الماتش، احنا اتظلمنا ظلم كبير جدا بالرغم عدم الاستقرار. يعني كان عندنا ايقاف قيد، كان عندنا مشاكل كبيره جدا، ازمات ماليه طاحنه. عكس المنافس عنده كل الحاجات اللي تخليه، كل المقومات اللي تخليه يكسب اصلا الماتش. فاللي احنا نرد في الملعب بالطريقه دي وبالشكل ده اللي احنا ردينا عليه، وردينا على اهم حاجه على كل المشككين اللي شككوا في نادي الزمالك وقالوا ان الزمالك ما يروحش السعوديه، الزمالك مش هيجيب كرة في العارضه. كل الكلام اللي اتقال دوت كلام يعني يخلي اي مشجع دكتور محمد، هو ده كان تنويم مغناطيسي للاعيبه الزمالك ولا طبعا هم كانوا عايزين يقتلوا جمهور الزمالك معنويا، يقولوا لا خلاص الماتش خلصان. لا كل حاجه. انا